كل طلاب الثانويه العامه، انا عايزك تبقى راجل، عايزك تبقى صدغ كده وما يهمكش اي حاجه. كلنا ضيعنا السبع سنين دول من حياتنا، مفيش اي مشكله. كل سنه مع بدايه شهر 5 كده او 6 هيجي لك، يعني هيحصل لك اعراض مرض خطير، بس انت ما تخافش، انت هتعيش، انت ما فيكش حاجه، ده مش مرض ولا حاجه. دي اعراض ثانويه عامه، مثلا تساقط في الشعر، ما تخافش عادي مفيش مشكله. ضعف النظر ولا يهزك. حرقان في مجرى البول، ده بسبب الادريالين الزياده في الدم، ده ناتج عن الخوف، ما تقلقش برضو عادي. 20 ساعه عندك خمول وعايز تنام، او بالتحديد عايز تمسك الموبايل. نفسيه زفت، طالع ميتين ابوها، مفيش مشكله. تشنجات وحركات غير طبيعيه، ممكن تضحك فجاه، تعيط فجاه، تدي نفسك بالقلم، مفيش مشكله، انت لسه ما اتجننتش، ده كله عادي. دي اعراض حصلت لاي حد عدى بالمرحله دي، بعديها بتبقى زي الفل. ما تخافش، هتموت، مش هيحصل لك حاجه. فقدان ذاكره مؤقت كده مع هزه بسيطه في الدماغ، بتاخد لها ثانيتين او ثلاثه وبعدين بتروح. دي بتحصل لك يعني مع كل مثلا انت بتذاكر ربع ساعه وتمسك التليفون 6 ساعات، فمع كل يعني بعد 6 ساعات تحصل لك مع اول الربع ساعه اللي انت هتذاكرها، تلاقي الهزه بسيطه بتاخد لها ثانيتين ثلاثه مثلا. ممكن بقى مع ناس غبيه تطول فتاخد ربع ساعه كلها، فيقوم راجع ماسك الموبايل تاني. كل ما حد يجي يكلمك من البيت هتلاقي نفسك بتاخد من 3 ل 4 دقائق عشان تبتدي تتعرف عليه. خلاص المخ واقف بقى، يعني التفكير الشل بقى غبي، انت بقيت كائن كمبيوتر رامه بتحفظ بس. دايما عايز تقعد لوحدك وبشكل مزمن، وبالذات في الحمام. ده المكان الوحيد اللي انت ممكن تكون بترتاح فيه في السبع ثمان سنين بتوع الثانويه العامه دول. برضه ما تقلقش، انت ما فيكش اي مشكله عادي. انت عايز تقعد في الحمام، خش اقعد في الحمام على طول، ما مرتاح اقعد، ما فيهاش اي مشكله. اخرج كله ادخل الحمام تاني عادي. خلاص بقى، فقدان المتعه في كل حاجه بتعملها واحده واحده، يعني في كل حاجه حواليك كده مش مستمتع، ما قرفان، ما بقاش في حاجه بتبسطك خالص. بعد كده فقدان الحياه بشكل تدريجي، هوب بتلاقي نفسك ميت. كل يوم بالليل هتجيلك كوابيس بتتكرر، ما فيهاش مشكله عادي. هتحلم بان ورقه الامتحان كبيره والقلم قد كده، والوقت بتاع الامتحان مثلا 10 دقايق وانت تايه في الورقه. عادي عادي، الحاجات دي ما تهزكش من جوه. قال لك ايه بقى؟ اكشف في المعجم. ايه المعجم ده؟ ايه ده؟ واكشف فيه ليه؟ انا لسه صغير اصلا، اكشف في المعجم ليه؟ ثم الدفعه كلها اصلا ما بتعرفش تكشف في المعجم، وكل المدرسين اللي في البلد عارفين الدفعه كلها ما بتعرفش تكشف في المعجم، وانتوا بتجيبوا لنا سؤال اكشف في المعجم. انا لو بعرف اكشف هخبي عليك ليه؟ ما انا هكشف، ما انا عايز انجح فهكشف. انا ما بنعرفش نكشف في المعجم. اعرب ما تحته خط. يعني الكلام اصلا مش مفهوم. يعني انت لو ما خدتش ماده العربي دي 90% من الكلام ده مش هتتعرض له في حياتك، مش هيقابلك. ايه اعرب؟ اعرب يعني ايه اعرب؟ يعني ايه اعرب لي؟ اعرب ما تحته خط. حظ. الكلمة اللي هتعربها حظ. اعربها ايه؟ اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كل ده في حظ. يعني حظ، دي حظ يعني ما فيهاش حاجة، حظ. استخرج شبه جملة فعلية في محل رفع خبر لمبتدأ. إجابة السؤال ده كله كلمتين في سنتي، بتقعد تغشها طول الامتحان وتذاكرها طول حياتك، وهي اصلا شبه جمله، يعني هي فشلت تكون جمله. اكلينيكيا دي مش موجوده في الدنيا. يعني مفيش حاجه اسمها شبه جمله اصلا، مفيش حاجه اسمها، يعني انا مش هقول لك حاجه، مش هقول لك جمله واقول لك على فكره خد بالك دي شبه جمله، دي مش جمله، يعني انا ما اقصدش اقول لك. تاني بقى، استخرج ضمير في محل نصب. الاجابه ايه بقى؟ الهاء في انه. خلاص التفاهه وصلت بينا للدرجه دي، وصلنا للمرحله دي ان احنا نحط الهاء في دماغنا، يعني هي اللي عملت لنا المشكله. الهاء دي هي اللي رفعت سعر الدولار يعني. ايه الهاء؟ ايه التفاهه دي؟ يعني انا ادرس الهاء ليه طيب؟ استفدت ايه؟ ضمير في محل نصب، ايه الهاء؟ ايه اللي استفدته في الدنيا كلها؟ هعمل ايه بعد كده؟ يعني ما اخش الجامعه هقول للدكتور ايه الهاء في محل نصب؟ اعمل ايه طيب؟ علل. سقوط امطار غزيره على دوله اثيوبيا في فصل الصيف. انا مالي؟ يعني انا ذنبي ايه؟ ناس رزق نزل جالهم، انا مالي؟ ايه دولة اثيوبيا دي؟ انا لو ما كنتش خدت المادة دي ما كنتش اعرف ان دولة اثيوبيا موجودة، مش ههتم ان اعرف، يعني عمري ما هفكر في حاجة اسمها دولة اثيوبيا. يعني اعمل بيها ايه؟ ما تولع اثيوبيا، ايه الدولة دي اصلا؟ وعامة معلومة لكل واحد هيتخرج مؤخرا من ثانوية عامة، هتسمع جملة بنت 60 كلب تافهة فشخ، بس هتسمعها كتير جدا من كل الناس، اللي هو خلاص يا معلم هانت وتدخل الجامعة وترتاح.
فانت تساله سؤال واحد بس: امك في العشه ولا طارت يا ابن الجزمه؟ بس